السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله موعدنا مع الجزء الثاني في دورة تعليم الجلابة بالكروشي. كما تشوفوا أنا هنايا هاد الباندا هادي اللي خدمت لي وريتكم من قبل، يعني زدت خدمت حداها هاد الضريس هذا، وهذا راني وضحت لكم في فيديو قبل. يعني دورت عليها كامل، بديت من هنايا من الراس، من هنايا وانا غادا تندور بهذا على الباندا كامله على الشريط، لاحظتوا؟ ودورت ثاني كما تدور على هاد الجهه كامله. وهاد الشريط تقريبا عندي فيه يعني زدت واحد 2 سنتيم، عندي من هنا لهنا 8 سنتيم، والشريط كامل 40 سنتيم. من بعد ما لقيت الجلابه كما تشوفوا لقيتها يعني نشرتها باش تبان، يعني باش نوضح لكم اكثر. لاحظوا مزيان كففت هنايا هاد الداخل هذا، يعني كففتو من بعد ما حيدت هاد الشريط هذا اللي تيكون في الجنب. لاحظوا لان كاين بعض المرات بعض الخياطه متحيدوش، يعني ضروري خاصكم تحيدوه. انا هذا هو اللي تيخلي الجلابه تتكمش من الوسط، ملي تيتقاس بالماء تتجمع الجلابه. يعني انا حيدته قصيته بالمقص. كما تشوفوا انا هنايا نشرت الجلابه عندي كامله. عندي هنايا فتحه العنق، ها هي تنحسب واحد 40 سنتيم، واحد مزيان. تندير واحد العلامه من هنا ومن هنا، لاحظتوا؟ ثاني تنمشي الجهه الاخرى، واحد مزيان. تناخذ الطول ديال الجلابه كامله، طول الجلابه كامله. مثلا انا هنايا عندي 134 سنتيم، يعني تنجي حتى لتحت. لاحظوا مزيان تنكفف الطول على حسب الطول اللي عندي الجلابه. يعني انا خليت هنا 134 سنتيم، من بعد تنخلي 21 سنتيم على حسب الفتحه اللي بغينا. لاحظوا تنخلي 21 سنتيم. نفس القضيه، يعني تنعلم بالطباشير من بعد ما تنقاد مزيان هاد الجهه وهاد الجهه يكونوا متقيسين باش ما يكونش تفاوت في الثوب. 20 سنتيم تنعلم من هنا ومن هنا، لان هاد الجلابه فيها الفتحه، المهم فيها الفتحه الوسط او العطفه. شنو بقات لي من الفتحه للسطوق. لاحظوا مزيان هاد المسافه كامله غادي نلاقيها بملاقيه عاديه، يعني ملاقيه اللي خدمت هنايا. هاد الخدمه ديال اللي خدمت هنا الدرس هذا اللي في الجنب بها باش غادي نلاقي. ودابا ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه. يعني مناش غادي نبدا من هنايا. لاحظوا مزيان غادي نبدا من هنا ونبقى هابطه مع الثوب حتى لتحت، ونفس الجهه الاخرى ثاني غادي نبدا من التحت، لان مصلحليش نبدا من الفوق. ثاني نبقى طالعه حتى نوصل هنايا بنفس هاد الضريس هذا. يعني غادي هاد الطرفين غادي نخدموهم بهاد الضريس هذا اللي في الجنب هنايا. نتلاقاو بعد قليل. كيف ما تشوفوا هي بلاصه اللي علمت قبيله المهم بالطباشير او قلم. يعني هاد 40 سنتيم اللي خليت، لاحظت مزيان. يعني تجي لهنايا تنحاول نثبت الخدمه كي الحرير في الثوب كما العاده. هنايا المهم انا هنا نسيت مزقتش الخيط الرابع. الا بغيتو تسبقوا الحديك ممكن تسبقوه، انا هنا ما غاديش نسبقو.
بغيت باش دغيا نسالي، ما غاديش ندير الحبيك. لاحظوا مزيان، يعني غادي نثبت الخدمه الحرير في الثوب عفوا. ندير واحد جوج سلسلات فيهم جوج ضربات ولا 3 على حسب. نخلي واحد المسافه، نعاود نضرب في الثوب. انا درت هذا راني وضحت لكم في قبل في الفيديو قبل عفوا. المهم لاحظوا تنرتفع بسلسله واحده، تنرجع لهاد السلسله هذه باش اللي خليت تنخدم فيها 5 الأعمدة، غرزة حشوية الأولى، من بعد 5 الأعمدة ب4 الأعمدة عفوا بغرزة حشو، 1 جوج 3 4 يعني بغرزة حشو هي 5. لاحظتوا تنخلي واحد المكان، واحد الفراغ، واحد المسافة، يعني ضروري خاصها تكون متساوية، يعني نبقاو محتفظين بنفس المسافة. هنا الخدمة غادي تجيكم شوية صعيبة لأن الضربة في الثوب شوية سميك، تجي شوية ضربة شوية قاصحة، يعني ضروري خاص يكون عندكم الدوبل الكروشي. وحتى الكروشي واخا تيكون نفس الرقم تيكونوا مختلفين في الراس، يعني ضروري خاصكم تعرفوا تختاروا الكروشي اللي مزيان. ها 3 ندير سلسلة، نخلي تاني نفس المسافة، نضرب في الثوب، نرتفع بسلسلة، ندير سلسلة ونرجع لهذا الفراغ هذا. لاحظوا مزيان تنحاول نخدم غير بشويه باش لهذا الفراغ هذا فيه تنخدم الغرزة الأولى غرزة حشو، من بعد 4 الأعمدة، ممكن ديروا 5 الأعمدة على حسب الرغبة ديالكم. نديروا واحد السلسلة ونعاودو نخليو نفس المسافة، نبقاو مستمرين بنفس العمل. لاحظتوا يعني الضربة ما بين المهم المسافة ما بين الضربة والضربة خاصها تكون متساوية. المهم انا غادي نبقى مستمرة، غادي نستمر بنفس العمل، يعني من هنايا غادي نهبط حتى لتحت، يعني ماشي حتى العطفة، ماشي حتى لهاد البلاصة فاش علمت، لا غادي نهبطها نيت، غادي نهبط حتى لتحت، يعني حتى الفتحة حتى لتحت الجلابة. وغادي نجي الجهة الأخرى نفس القضية، يعني هادي بديتها من هنا، غادي نجي الجهة الأخرى، يعني الجهة الأخرى غادي نبداها من هنايا من التحت، لأن ما يصلحليش نبدا من الجهة الأخرى، ما يصلحليش نبدا من الفوق. نوريكم تشوفوا هي بلاصة فين علمت، يعني إلا دورت باش نخدم ما غاديش يجيني الوجه ديال الخدمة المهم الوجه ديال الخدمة غادي يجيني في الظهر ديال الثوب، يعني غادي نبداها من التحت، غادي نبدا من التحت وانا طالعه تنوصل للسطوق. المهم دابا انا غادي نخدم، من بعد فاش غادي نسالي غادي نوريكم المرحله الثانيه. كما تشوفوا هنايا من بعد ما حبكت من بعد ما درت هاد الضريس هذا عفوا في الجناب ديال فاش بغيت ندير المراقيه، لاحظوا يعني خدمت في هاد الجهه والجهه الاخرى ديال الثوب، وتنحاول كما قلت لكم بعدا من قبل يعني المسافه ما بين الضربه والضربه تكون متساويه. لاحظتوا
دابا غادي نلاقيوهم. الملاقيه عندنا جوج اختيارات، لاحظوا مزيان. هاد الريس هذا عندنا واحد الجهه منخفضه وواحد الجهه مرتفعه، يعني تنديروا هاد الطريقه اللي وضحتها لكم بعدا في الفيديو قبل. المهم دابا غير نذكركم. لاحظوا تنديروا الوجه ديال الثوب على الوجه، يعني وجه الخدمه على الوجه الاخر. لاحظتوا دابا تنجيو خاصنا نلاقيوهم. عندنا جوج اختيارات كما قلت لكم. لاحظوا مزيان هاد الدرس هذا عندنا جهه منخفضه وجهه مرتفعه. بغينا الملاقيه تجينا مشبكه، تنديروا هاد الجهه المرتفعه تنلاقيوها مع الجهه المرتفعه من الجهه الاخرى. نتمنى تكونوا فهمتوا. يعني هاد الجهه اعلى نقطه في هاد الدرس هذا تنلاقيوه مع اعلى نقطه في الدرس الاخر. هنا تجينا الملاقيه مشبكه. بغيتو هاد تجي مسدوده يعني ما تكونش مشبكه، نوضح لكم دابا الطريقه. يعني تنخدموا الجهه المرتفعه، تنلاقيو الجهه المرتفعه اعلى نقطه في الجهه المرتفعه مع اخفض، يعني جهه منخفضه في الجهه الاخرى اللي هي هذه. لاحظوا مزيان الخدمه تنبداوها، الملاقيه تنبداوها من تحت ديال السطوق، يعني ماشي من تحت ديال الجلابه الفوق. يعني ملي تنساليو هاد الدرس هذا كما تشوفوا تنضربوا اخر ضربه، صافي ندورو بلا ما نقطعو الخيط. تنجيو مع الجهه الاخرى، نتمنى التصوير يكون واضح مع اللون شويه مغلوق. لاحظوا مزيان تنجيو مع الجهه الاخرى، تندير واحد السلسله ونجيو. لاحظوا مزيان تنجيو لاعلى نقطه، نديرو غرزه منزلقه. لاحظوا مزيان صافي نديرو سلسله فيها 4 أو 5 ضربات. لاحظتوا تنجيو ثاني. لاحظوا مزيان تنجيو لاعلى نقطه في هذا الدرس هذا، تنلاقيوها مع النقطه المنخفضه في الجهه الاخرى. هذا راني وضحت لكم بعدا في فيديو قبل، اللي بغى يشوف يعني فيديو يشوف راه كاين في القناه. لاحظوا مزيان تندير واحد 4 أو 5 ضربات. ثاني تنهز اعلى نقطه مع النقطه المنخفضه في الجهه الاخرى. ندير ثاني واحد 5 ضربات. على قلت لكم البارح خاص عفوا على قلت لكم خاص المسافه، يعني خاص المسافه ما بين الضربه والضربه تكون متساويه باش الخدمه تجيكم متساويه. يعني دابا الجهه اعلى نقطه مع اخفض نقطه في الجهه الاخرى، ونبقى مستمر بنفس العمل يعني حتى تنكملو، حتى تنوصلو الفتحه اللي خلينا فيها 20 سنتيم. نخدم واحد شويه باش نوريكم الوجه ديال الخدمه كي تجي. بجوجهم مزيانين، يعني الطريقه الاولى اللي وضحت لكم وهاد الطريقه كلهم مزيانين. المهم بغيتو هادشي مشبكه ما عليكم غير تلاقيو الجهه من جهه مرتفعه مع جهه مرتفعه. بغيتو ما تجيش مشبكه ما عليكم ديروا المهم ديروا العكس، الجهه مرتفعه مع الجهه منخفضه كما تندير انا دابا. يمكن غادي نكتفي بهذا القدر باش الفيديو ما يجينيش طويل بزاف. نوري لكم لاحظوا مزيان كي تجي.
تنتمنى التصوير يكون واضح. المهم غادي نبقى مستمرة بهاد الخدمة هادي بهاد الملاقية حتى نسالي هاد الخدمة كاملة اللي عندي، تنخلي واحد 20 سنتيم ندير فتحة. الدرس اليوم انتهى، وان شاء الله غادي نتلاقاو في الدرس الثالث اللي غادي نوضح لكم فيه كيفاش غادي نلصقوا هذاك الشريط اللي خدمنا اللي غادي نديرو في النسطوق. الفتحة ديال النسطوق انا وضحتها لكم في فيديو قبل، يعني ممكن تشوفوا القناة. المهم حتى الدرس المقبل ان شاء الله غادي نوضح لكم الطريقة كلها. غادي نكتفي بهذا القدر، وتنتمنى الشرح يكون وافي يعني وواضح. وكما العادة ما تنسوش وضع اللايك والتعليق وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. كانت معكم ام سعد عبد الله.